دكتور هشام، ايه رأي حضرتك في العيش ده؟ ينفع استخدمه في الدايت؟ العيش ده عيش التورتيلا. عيش التورتيلا من الحاجات اللي الناس كتير جدا بتستخدمها في الدايت وفي غير الدايت. بس لازم يبقى عارفين ان العيش ده خطير. خطير يعني ايه؟ يعني ممكن يفيدك في الدايت ويخسسك، وممكن يتخنك جدا. ليه بقى؟ تعال افرق لكم، لان في فرق بين العيش التورتيلا، في منه دايت وفي منه مش دايت. لو بصينا في العيش هنا في المكونات بتاعته بنلاقي ان هو فيه سعرات حراريه عاليه. طب ايه يا دكتور، يعني انا اكله ولا ماكلوش؟ بس لازم نشوف المكونات بتاعته، لان في بعض الانواع بيبقى فيها نسبه دهون مهدرجه عاليه، وبيبقى فيه نسبه دقيق ابيض بنسبه 100%. في بعض الانواع بيبقى فيها نسبه الدهون قليله ونسبه الدقيق قليله، بيبقى معمول من دقيق اللوز او من دقيق القمح الحبه الكامله، او بيبقى معمول من الالياف الطبيعيه اللي هو من النخاله نفسها. طبعا احنا ده بيختلف من نوع للتاني على حسب بقى المكونات. في بعض الانواع بتلاقي مكتوب عليه فتنس او هيلسي، مش شرط هو ده يبقى الصح، لان اوقات بيخدعونا بالكلمه دي ويبقى المكونات بتاعته مش مظبوطه. فلازم لما تيجي تبص على المكونات دي وتبص على نسبه الدهون. يعني النوع ده معمول من نخاله القمح، وده من الحاجات الكويسة. بس نبص هنا هنلاقي ان الدهون صفر، وفي نسبة كربوهيدرات عشان كده بيديني طاقة، وفي نسبة بروتين كمان، وفي فيتامين د، وفي كالسيوم، وفي حديد، وفي بوتاسيوم، فهو مدعم بالفيتامينات. فده من الحاجات الكويسة. بس سعراته لازم نبقى عارفين ان العيش التورتيلا بيتراوح سعراته من 150 ل 250 في الرغيف الواحد. العيش البلدي بتاعنا الصغير تقريبا من 130 ل 150. اما العيش الكبير بتاعنا العادي بيتراوح من 250 ل 360 سعر في الرغيف البلدي الواحد. فلما تحب تاكل عيش خد العيش البلدي. طب افرض لو طفل او طالب في المدرسة عايز ياخد معاه سندوتشات ومكسوف انه ياخد عيش بلدي، ممكن ياخد عيش التورتيلا ده، هيفيده اكتر. هيبقى اللي فيه نخالة زي ما احنا قلنا، او معمول بنخالة القمح او معمول بدقيق اللوز، هيبقى افيد واحسن من ان هو ياخد فينو او ياخد عيش توست ابيض، او ان هو ياخد فينو سن اللي هو المضروب. عشان كده حبيت اوضح الفرق ما بين التورتيلا الصحي والغير صحي. يا ترى بقى قول لي، انت بتاكل عيش تورتيلا ولا لا؟ ولو بتاكله جربت تشوف الحاجات اللي في الظهر دي ولا لا؟ مستنيكوا تردوا عليا في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو يا ريت تشيره عشان غيرك يستفيد، ودعموني بلايك وشير عشان غيركم يستفيد.